موضوع كلش مهم يجب أن يكون في حياة كل أسرة عراق هي، ألا وهو الكسر. هذا العظم تروح تشتريه من القصاب، ايش قد كيلو ب 2000، تلافى كتر روحه تشتري لك كم كيلو، يعني يسموه عظم مصلخ ما بي لحم، مجرد عظام مال بقره مال هوش، يكسر لك اياها طبعا مثل هذه، يكسر لك هذه العظام، تجي تحطيها بجدر مال ضغط، عندكم جدر ضغط بالبيت، وتعوفوها تفور لمده 3-4 ساعات، تطلع المونه مال عظام كلها. ورا ما تطلع هاي المونه مال عظام تاخذيها وتقسميها بعلب مثلا معدنيه تحطيها بالفريز. كل ما نطبق تمن نحط مكعب، كل ما نسوي شوربه عدس، شوربات اعتياديه، هي نفس المي مالها نضيف لها خضره ونشربها، مفيده جدا لجسم الانسان. وين مفيده؟ احنا عبالنا في شيء بسيط، يعني هاي شوربه العظام اي زينه، قبل اهلنا يقولون شوربه العظام زينه بالمفاصل، اذا ظهرك يوجعك، اذا عمتك مفصلها يوجعها شربيها من عندها. تدرون شنو فائدتها؟ جاهزين؟ يلا شمروا عن سواعدكم. اولا نبدي من المعده. بالمعده مفيده جدا لمنع الاسترجاع مال المعده وهاي المشاكل اللي تصير اذا عندك معده متعبه. اثنين تنظف الكبد من السموم وتساعده في خزن الدهون. ثلاثه تعالج التهاب الامعاء المزمن، بس تنزل الشوربه مال مي العظم هذا تنزل لجسمك، حتى لو موجوده بالمرقه مال بانيه، موجوده بالمرقه مال بانيه مال باميه، موجوده بالمرقه مال فاصوليا، موجوده باي نوع من المرق، تنزل الى احشائك، راح تعالج الالتهاب المزمن وتمنع النفاذيه مال البروتينات اللي تسبب لنا الحساسيه. نطلع من عندها نجي على البشره، مفيده جدا لصحه البشره ولالتئام الجروح، بها مواد الارجينين وتمنع شيخوختها وغيرها. شايفين هذا كبسول الكولاجين اللي يبيعوه بالسوق ب 60,000 و 90,000 والجسم يمتص من عنده بس 3-4%. هذا غني بالكولاجين الطبيعي، إذا شربتيه ودخلتيه إلى أمعائك. كولاجين مفاصلك وكولاجين البشرة يعتبر كولاجين طبيعي إلها، يحافظ على النضارة وعلى الشباب وصحة العظام والمفاصل، خصوصا لدى نسائنا ولدى الكبار السن. مليان بالكالسيوم، مليان باليود، مليان بالمغنيسيوم، مليان بالبوتاسيوم، كل المعادن اللي يحتاجها جسم الإنسان موجودة في شوربة مي العظام. يفور في جدر الضغط، يفور تطلع المونة ماله، يفور. شايف يقول لك هاي سالفته تدق بالعظم، هذا إذا دخلتيه المرض ما راح يدق بعظمنا، بالعكس يعني عظامنا راح تصير قوية. غني بما لذ وطاب من الفوائد ومن القيم الغذائية اللي تدخل في أجسادنا وفي أحشائنا. يزيل السموم بشكل عام من الجسم، وبيشي اكتشفوا بيه مادة الجلايسين اللي يتخفف التوتر. يعني إذا الإنسان متوتر ومربك وعصبي ودنيا حارة ودنيا صيف، شرب السوق مال العظام يخفف له التوتر ويخفف الحالة العصبية عنده. تخيلتوا ايش قد بيه فوائد؟ إذا لك للبشرة، لك لعظامك ولعظام والدتك ولعظام عمتك، ولو عمتك يعني هي كسر راسك فما يخالف، لك للصحة الجنسية، للمعادن، للفيتامينات، للطاقة، لصحة الأمعاء، لصحة الكبد. راح أطلع لي باكر الصبح أصيح عليكم بشوربة العظام. ما أريد بيت عراقي هسه ما يروح يشتري هذا الكسر، يقول اليوم ما أريد كيلو لحم ب 14 15 و16، أريد كسر مال عظام، عظام صلخة ما بيها لحم، رجعي حطيها بجدر ضغط، فوري لي إياها، مو راح تصير طبق الدهن فوقها، هاي ذبيها، الدهن ما اريده، المي مالها اللي يطلع كله شربوه الف عافيه. شربيها للاطفال يزيد ذكائهم، يزيد طولهم، حتى لا يصيروا مثل ابوهم قصار 167، خليهم طوال ويشبون كلهم، لصحه مفاصلهم ولصحتهم الذهنيه والجسديه، حتى نبني جيل صحي سليم. عليكم بشوربه العظام. مع السلامه.